عليكم. ازيكم يا اجمل بنات في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب انكم تكونوا بخير وبافضل حال يا رب دايما. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنشوف تشكيله قمر يا بنات، جميله جدا جدا، لارقى واحداث عبايات خروج مفتوحه للبنوتات المحجبات بكل الالوان يا بنات. هتلاقوا منها الساده، هتلاقوا منها المطبوع، هتلاقوا منها الملون، هتلاقوا منها الاسود. بجد تشكيله قمر قمر، عصريه وشيك ومحتشمه في نفس الوقت. ايه رايكم؟ شايفين يا بنات الالوان وجمالها؟ الوان زاهيه وجميله. المميز طبعا في العبايات المفتوحه زي ما احنا عارفين وبنتكلم مع بعض دايما في تنسيقات القطع الموجودة عندنا، بحيث ان احنا نقدر ناخد افكار كتير ننسقها باكتر من طريقة. يعني يا بنوتة يا قمر، لو عندك 3 اوتفيت او 4 تقدري تخرجي منهم اكتر من 20 اوتفيت بتنسيقات مختلفة. كل ده ان شاء الله من خلال متابعة الفيديوهات اللي انا بنزلها. اول حاجة طبعا العباية بتاعت النهاردة اللي احنا طبعا منزل لها كوليكشن خاص بيها، دي طبعا تقدر تنسقها باكتر من طريقة. اول حاجة القطعة اللي فوق اللي هي نظام الكارديجان، دي طبعا تنسقيها مع سكيرت، مع سكيرت وبلوز، مع بنطلون برضو تمشي، مع دريس تمشي برضو، مع نظام بيزك تمشي. القطعة اللي تحت طبعا تقدري تلبسيها برضو بأكتر من طريقة، تقدري تستخدميها كبلوز، تقدري تستخدميها كبيزك دريس، تقدري طبعا تنسقيها مع نظام كارديجان او كومونو تاني. شايفين؟ ايه رأيكم؟ الالوان تحفة يا بنات، الالوان زاهية وجميلة جدا. شايفين تداخل الالوان؟ شايفين بجد حاجة قمر يا بنات. طبعا تقدري القطع اللي فوق برضو بالنسبة للالوان تقدري تستخدمي النظام البيزك او التوب اللي بيبقى طويل معاكي، تقدري تستخدمي باي لون تاني غير اللون الابيض. شايفين برضو العباية البني القمر دي؟ ودي طبعا بجد كلها الوان عصرية. درجة العباية من طريقتها التقليدية لطريقة عصرية جميلة جدا، راحت اي بنوتة شيك. ممكن بتلبس كاجوال، بتلبس بناطيل، بتلبس جيبات، العباية عليها بتكون تحفة. ايه رأيكم؟ شايفين اللون بقى على الطبيعة؟ الصور طبعا يا بنات لها دور كبير في ان هي تبين اللون اكتر وطريقة الطبع او الرسمة. ايه رأيكم في العباية دي؟ برضو قمر قمر. شايفين الكف والعين الزرقاء؟ جميلة جدا. شايفين؟ طبعا تقدري برضو تنسقيها بأكتر من طريقة. يعني تخيلي كده يبقى نظام البيزك اللي تحت بأي لون تاني غير الأبيض، سواء أزرق أو بيبي بلو أو أي لون تاني بجد، أو مينت برضو هيكون تحفة جميل جدا. شايفين؟ ده برضو ستايل شيك قوي. ايه رأيكم؟ يعني ستايلات المنقوشة دي ما كانتش متوفرة قبل كده في العبايات. كانت العباية ان هي في البداية كانت اسود، بعد كده طلع الالوان، بعد طبعا ما طلع الالوان بالوان مختلفة طبعا، بيبقى فيه نظام شغل بسيط كده على عبايات الالوان. دلوقتي شايفين التطور والجمال. ايه رأيكم؟ على فكرة في بنات ممكن يقولوا مش محتشمة، لا يا بنات هي على فكرة جميلة جدا. معروف طبعا ان العبايات يعني مادام ما بتشفش، يعني ما بتبينش حاجة تحتها، مش بتصف الجسم برضو تمام. ممكن برضو اللي هي بتكشف مناطق من الجسم. 3 حاجات دول لو بقوا موجودين في العباية طبعا فبتكون مناسبة جدا. العباية دي طبعا انا مش شايفة فيها اي حاجة غير هو نظام التوب اللي تحت او البيزك اللي تحت ضيق شوية، وانت ممكن تلبسيه او تجيبيه واسع، لكن انا بتكلم في مضمون وستايل العباية. ايه رأيكم؟ شايفين الالوان في نهايه الكوليكشن يا بنوتات يا قمرات؟ بشكر كل بنوته قمراء استمرت معانا اللحظه دي، بجد بشكرك جدا جدا يا قمر. لو عندك استفسار ولو كان بسيط او قوي اكتبي لي في التعليقات، ان شاء الله هرد عليكي. وما تنسنيش بتعليق جميل زيك طبعا، واللايك والاشتراك، اهم حاجه برضو فعلوا زر الجرس عشان يصلنا كل جديد اول باول من موضة كل عام مع ماليسيا. بنزل كل جديد يا بنات بجد، وكله بالعناوين
لو حابين انتوا تتواصلوا مع البيج دي وتشتروا طبعا اي ستايل من الستايلات دي، اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.